السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة أكلة كده على الماشي، ميني بيتزا مع بطاطس كده، تعتبر مشوية في الفرن بدون لحوم بدون فراخ بدون أي حاجة، جميلة جدا وسهلة وبسيطة. معايا مية فترة كده مش سخنة. نزلتها في طبق واسع وحطيت معاها كيس من الخميرة الفورية ومعلقة من السكر. هنقلبهم كده مع بعض كويس ونسيبهم 5 دقايق لحد ما الخميرة تنشط، وبعد كده هحط معاهم علبة زبادي. هقلبها كويس وبعدين احط معاها كده 4 مجات من الدقيق. طبعا الدقيق منخول. 4 مجات من الدقيق. حطيت معاهم معلقة ملح صغيرة مش مليانة قوي، وحوالي 5 معالق من زيت الزيتون، لو ما فيش زيت زيتون يبقى زيت عادي، ومعلقة صغيرة كده من حبة البركة وشوية من الكمون. وهضيف مية لحد ما اعمل عجينة كده لينة وطرية، ما تكونش يعني يابسة قوي. اقلب كده الاول بالسباتولا وبعدين هستخدم ايدي. اكله كده حلوه ومتكامله ومش محتاج جنبها اي حاجه. خلاص كده انا هسيبها هركنها دلوقتي لحد ما تخمر. وقشرت بطاطس، انا عملت كيلو من البطاطس، قشرته كده وهعملها صوابع، بس الصوابع دي مش هتكون رفيعه، هتكون تخينه علشان تستحمل الفرن. زي ما انتم شايفين كده، يعني البطاطسية قطعتها 2 وكل نص فيها قطعتها 3 صوابع بس. هخلص كل الكمية بنفس الشكل. البطاطس دي يا جماعة بيبقى طعمها حلو جدا لما تعمليها بالطريقة دي، وكمان بقى بعيد عن الزيت والقلي والكلام ده كله. هجيب الصاج وادهنه وهحط فيه البطاطس. الاول حطيت معلقتين من المستردة، معلقتين كبار من المستردة، معلقتين كبار من البقدونس المفروم مقطعاه قطع صغيرة، 4 معالق كده من زيت الزيتون او زيت نباتي عادي مفيش مشكلة. حطيت بقى معلقة صغيرة من الكركم، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وكمان معلقة صغيرة من الثوم البودر والبابريكا والكمون، وطبعا ما ننساش الملح. حط عليهم كده شوية من المية عشان يبقى سايل، واقلب كل الخليط دوت مع بعض. دي معلقة يعني ربع معلقة صغيرة كده من الشطة للي عاوز يخليها مشطشطة. هحطها بقى كده في الصاج. انا اخدتها سلقة كده على النار، يعني يا دوب كده غليت حوالي مثلا كده يعني 4 5 دقايق. البطاطس ما بتاخدش وقت، خدوا بالكم ان في بطاطس بتاخد وقت وفي بطاطس ما بتاخدش وقت. وهدهنها بالصوص اللي انا عملته ده، بتبقى طعمها خطير جدا يا جماعة، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. دي معايا هنا شوية من الجبنة الرومي المفرومة وفلفل وطماطم. ده الصوص بتاع الميني بيتزا اللي انا هدهن بيه وش البيتزا. حطيت كده 3 معالق كبار من الصلصة الجاهزة، وشوية من الفلفل الاسود، وشوية من الملح، وشوية من البابريكا. برضو عايزين تحطوا اي توابل براحتكم. شوية كده من الزيت. دلوقتي العجينة خمرت معايا. هقطعها بقى كور صغيرة كده. دهنت صاج وهبدأ اكورها كده وارصها في الصاج زي القرص كده بالظبط، في حجم القرصة كده بتاعت الفرن. انا دلوقتي في نفس في التوقيت ده كده البطاطس محطوطة في الفرن.
سبتها 5 دقايق كده في الصاج، وبعد كده هفردها بايدي عشان ابدا احط عليها الحشو. لازم نسيبها 5 دقايق ترتاح عشان تتفرد معانا بكل سهولة. نجيب بقى الصوص اللي انا عملته في الاخر، اللي هو الصلصة والزيت والتوابل اللي انا حطاها معاها، وهدم بيها وش البيتزا. هحط كده واحدة من الزيتون في وسط كل واحدة منهم، شوية من الجبنة الرومي، وبعد كده اوزع عليهم بقى شوية من الفلفل ووحدات من الطماطم كده برضو متقطعة زي السلطة كده. فلفل وطماطم وجبنة رومي. اللي عاوز يزود اي حشوات تانية يا جماعة مفيش مانع خالص، حطوا اللي انتوا عايزينه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الوش بقى علشان يفضل طري وتبقى البيتزاية كده طرية وجميلة، نحط بضاية كده كبيرة، لو مش بضاية كبيرة ممكن نحط 2 صغيرين مع علبة زبادي، شوية من الزيت، حاجة بسيطة جدا، وشوية من الملح الصغيرين، وشوية من الفلفل الأسود، ونضربهم كده مع بعض كويس، ونبدأ نحطهم على وش البيتزا علشان تعمل ربط للحشوات اللي على الوش، علشان ما تقعش من عليها، وكمان بتدي طراوة كده للبيتزا وتخليها طرية وجميلة. ندخلها بقى على الفرن لحد ما تاخد وش كده وتستوي. دلوقتي انا طلعت البطاطس مشوية كده جميلة يا جماعة، طعمها حكاية، ولا بقى زيت ولا مقلي ولا اي حاجة، طعمها حلو جدا هتعجبكم. بتتاكل بقى جنب البيتزا كده، مش محتاجين جنبها اي حاجة غير ممكن تعملي طبق سلطة وكفاية قوي على كده، طعمها حلو وزي الفل، اكلة متكاملة. دي كانت وصفتنا النهاردة. لو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.